كشف تقرير إعلامي إسباني عن آخر تطورات مستقبل نجم فريق برشلونة المعار إلى إي سي ميلان سيرجينيو ديست. وكان ديست قد انتقل إلى إي سي ميلان في الصيف الماضي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء نهائيا. ووفقا للمعلومات الواردة من شبكة ريليفو الإسبانية فإن ميلان لن يقوم بشراء ديست، وبالتالي سيعود اللاعب إلى برشلونة مجددا. ويملك ديست عقدا مع برشلونة حتى صيف 2025، وسيحاول النادي بيعه هذا الصيف. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت عن انسحاب لاعبه ريس جيمس من معسكر المنتخب الإنجليزي. ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن جيمس عانى من إصابة جديدة وغادر معسكر الأسود الثلاث. وقالت الصحيفة في تقريرها إن الإصابة التي يعاني منها اللاعب ليست خطيرة تماما، وسيلعب تشيلسي بعد فترة التوقف ضد أستون فيلا وليفربول وويلفرهامبتون وريال مدريد أيام 1 و4 و8 و12 من أفريل. كشف نادي برشلونة الإسباني عن طبيعة إصابة مدافعه أندرياس كريستنسن. وكان اللاعب قد تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب الدنمارك ضد فنلندا في تصفيات يورو 2024. وكتب برشلونة في بيانه قائلا: أظهرت الفحوصات التي أجريت أن كريستنسن يعاني من إصابة في نعل ساقه اليسرى. سيغيب اللاعب في الوقت الحالي، وسيشير تطور حالته إلى موعد عودته من جديد. وتشير التقديرات إلى أن اللاعب سيغيب من 3 إلى 4 أسابيع، وبالتالي لن يتواجد في كلاسيكو الكأس ضد ريال مدريد يوم 5 من أفريل. على غرار فريق الرجال، نجح فريق سيدات برشلونة في الفوز بالكلاسيكو على الغريم التقليدي ريال مدريد بهدف دون مقابل. وتمكنت كتيبة سيدات البارسا من الانتصار على الريال بهدف دون مقابل جاء من ركلة جزاء في الربع الساعة الأخير من اللقاء. ورفع البارسا فارق النقاط مع ريال مدريد إلى 13 نقطة في وضعية مشابهة لفريق الرجال. وظهر فريق سيدات برشلونة بصورة باهتة في الشوط الأول ضد الأبيض الملكي، لكن عقب الاستراحة كشر الفريق عن أنيابه وتحسن مردوده بشكل واضح. ومع التغييرات التي أجراها المدرب نجح الفريق في الحصول على ركلة جزاء ترجمت بنجاح إلى الهدف الأول. وحمل الهدف الذي جاء في الدقيقة 77 من علامة الجزاء توقيع رولفو لينتعش ملعب يوهان كرويف. أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم السماح لحارس المرمى ثيبو كورتوا بعدم المشاركة في ودية ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل. وقرر الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا بقيادة تيديسكو منح كاستيليس حارس فولسبورغ البالغ 30 عاما فرصة للمشاركة مع الشياطين الحمر. وجاء قرار إراحة ثيبو كورتوا بسبب الجدول المزدحم لفريقه ريال مدريد في قادم الأيام. وخاض كورتوا اللقاء رقم 101 مع بلجيكا، حيث فاز 3 دون مقابل على السويد ضمن الجولة الأولى من تصفيات يورو 2024. من جهة أخرى يستعد ريال مدريد للقاء بلد الوليد في الجولة 27 يوم 2 من أفريل القادم. اختارت جماهير ريال مدريد نجمها المفضل خلال المنافسات التي خاضها الميرينغي خلال هذا الشهر. وأعلن الحساب الرسمي لريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن الفائز بالجائزة، وهو فينيسيوس جونيور. وتفوق فينيسيوس باختيار جماهير الميرينغي على زملائه المرشحين رودريغو غوس، كورتوا، ميليتاو وناتشو فرنانديز. وشارك فينيسيوس مع ريال مدريد هذا الموسم حتى الآن في 41 مباراة بمختلف المسابقات. وسجل النجم البرازيلي بقميص الميرينغي 19 هدفا وصنع 11 هدفا. ويواصل فريق ريال مدريد تحضيراته دون
لاعبيه الدوليين تحت قيادة كارلو أنشيلوتي لمواجهة بلد الوليد يوم 2 أفريل القادم. أكد تقرير إيطالي اليوم أن كارلو أنشيلوتي سيكون هو المدرب الجديد لمنتخب البرازيل، وأعلن الاتحاد البرازيلي رحيل تيتي عن تدريب السيليساو عقب توديع مونديال قطر من الدور الربع النهائي. وحسب صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت فإن الاتحاد البرازيلي في انتظار رحيل أنشيلوتي عن تدريب ريال مدريد. وقالت الصحيفة بأن مستقبل أنشيلوتي مع الريال يعتمد على تحقيق لقبي دوري الأبطال وكأس الملك. ورغم ادعاء أنشيلوتي مرارا وتكرارا بأنه لا يفكر في مغادرة العاصمة الإسبانية قبل نهاية عقده، إلا أن الصحافة الإيطالية أكدت أن هناك فرصا كبيرة لفسخ التعاقد في نهاية الموسم. كشفت الصحف المدريدية عن أن مدرب بايرن ميونخ الجديد توماس توخيل وريال مدريد كان على اتصال قبل انضمامه إلى البايرن، حتى أنه أرسل الأسماء التي يريدها لبيريز. ولم يتم الكشف عن تلك الصفقات، ولكن من خلال عقلية توخيل وتعامله مع الفرق التي دربها فإن الأسماء التي يريدها هي ماونت، بيلينغهام، بابي وهافيرتز. أكدت صحيفة ماركا أن زين دين زيدان يريد العودة إلى التدريب، فمنذ رحيله عن ريال مدريد في 2021 كان يحلم بتدريب المنتخب الفرنسي، ولم يحدث ذلك بسبب تجديد عقد ديدي ديشون حتى عام 2026 مدربا للديوك. زيدان لم يحسم وجهته ومستقبله التدريبي حتى الآن في ظل تلقيه عدة عروض أبرزها باريس سان جيرمان والبلوز. السؤال هنا: هل يعود زيدان للمرة الثالثة لتدريب ريال مدريد، خاصة أن الفريق يمر بحالة سيئة مع أنشيلوتي وهناك مطالب بإقالته؟ يجذب المهاجم البرازيلي ريتشارليسون مهاجم توتنهام اهتمام أكبر الأندية الأوروبية من بينها ريال مدريد والسيدة العجوز. فحسب تقرير نشرته صحيفة ذا صن فإن المهاجم البرازيلي من المتوقع أن يشعل تنافسا ناريا على توقيعه في ميركاتو الصيف. وأشار التقرير نقلا عن كالتشيو ميركاتو إلى أن يوفنتوس ينظر للمهاجم البرازيلي كبديل محتمل دوشان فلاوفيتش. أما عن ريال مدريد فقد ذكر التقرير نقلا عن موندو ديبورتيفو أنهم يستعدون لمرحلة ما بعد بنزيما، وتعتبر إدارة الميرينجي أن ريتشارليسون هو الخيار البديل في خطتها لجلب مهاجم من مستوى القمة في حال الفشل في ضم بابي. ويبلغ ريتشارليسون من العمر 25 عاما ويجيد اللعب في مركز لاعب قلب هجوم، وينتهي تعاقده مع توتنهام في 2027.